من كافة الحركات والتنظيمات النسائية وجميع الشخصيات المستقلة من كافة الجغرافية السورية. نحيي جميع النساء السوريات الصامدات والمحبات للحرية وللفكر الديمقراطي. حقيقة في كل مرة وفي كل عمل نسوي لنا نرى نفس الإصرار والعزيمة، نفس الأمل والطموح، نفس لمعة الفخر والانتصار في عيونكن. فالجهود الرائعة والعمل الجاد والطليعي لكل امرأة منكن له أهمية ومكانة كبيرة ودور إيجابي لنا جميعاً. هناك تناول قضية المرأة كعنصر مستقل عن باقي المجتمعات، لكنها تظل إشكالية تاريخية تضرب جذورها عميقاً في حياة البشرية التي ظهرت في مبادئ الملكية الخاصة ليطفو معها الاستلاب والاستغلال للإنسانية. من بؤرة الأرض الطاحنة السياسية في المناطق لكي تكون قادرة على أداء وجود فعلي ومعادلة. مشروع متوازي بين المعادلتين هو مشروع الديمقراطية الذي فتح المجال أمام وجود المرأة. عندما نتسلح وقتها نستطيع كيف أن نحمي أنفسنا من كل الواقع الذي نحن نعيشه الآن. على اقتصادي وتمنعها بالحد الأدنى من الحريات الشخصية والأهلية، وتنعكس هذه القوانين على مشاركة النساء السياسيات، حيث أن القوانين تتكافل مع المجتمع الذي يمارس عنفاً آخر على المرأة من خلال التمييز والأعراف والتقاليد، حيث لم تتيح الفرصة للمرأة أن تشارك بفعالية أكبر في مجال العمل الحزبي واتخاذ القرارات وتعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام. على أي حادثة تكون، اليوم عم ننتفض الغرب وننسى نحن الانتفاضات الموجودة داخل مناطقنا. نحن اليوم هذا الشيء لازم بإيش نقدر نحقق؟ بتكاتفنا نحن كنساء، بأن تكون معاناتنا لكافة الغرب وكافة الشرق الأوسط في كافة أنحاء العالم. المرأة تصف بية الرجل، وعندنا تمييز في قوانين الأحوال الشخصية وتعامل قوانين الأحوال الشخصية العربية المرأة تمييزا به. رفع سوية الجهود البناءة والعمل المشترك والارتقاء بالروح الوطنية السورية للتغلب على التشرذم الاجتماعي والوطني وعلى الاستبداد والتطرف ولتحقيق الحداثة الديمقراطية على كافة الصعد. تمكين المرأة سياسياً ومنع كافة أشكال القمع والإرهاب لضمان حرية التعبير والرأي. لبناء عائلة ديمقراطية متكاملة يستوجب علينا تفعيل الحياة الندية بين الرجل والمرأة، دعم وتوعية المرأة والشباب من أجل المشاركة الفعالة في كل مفاصل الحياة السياسية والقانونية والاجتماعية، النضال الدؤوب والعمل الحثيث والتصميم بوضع رؤية نسوية وإرادة سياسية صلبة جامعة لكل النساء السوريات للتمثيل الحقيقي في دستور سوريا، الالتزام بالسعي لضمان تواجد المرأة بكافة مستويات اتخاذ القرار مساواة مع الرجل، وإيجاد آليات لضمان تحقيق الكوتا بنسبة 50% كحد أدنى.